السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن آخر مبدأ من مبادئ السوليد برينسيبل. تمام. وهو مبدأ ال dependency inversion. تمام. يعني ايه dependency inversion؟ كل فكرتها ان احنا ما يبقاش عندي كلاس صغير، او بمعنى صح كلاس يعتمد على كلاس. تمام. ليه؟ لان الكلاس ده ممكن يتغير، ممكن يحصل فيه مشكله، ممكن مثلا ابقى عايز اعدل عليه، فاضطر ان انا اعدل في كل الكلاسات اللي هتعتمد عليه. فده لا يفضل. فانا يعني يفضل ان انا ابقى الاعتماد بتاعي في الاصل على انترفيس، على ابستراكت كلاس، حاجه اللي هي ثابته طول البروجكت، مش بتتغير نظريا. تمام. طيب خلينا ندي مثال على الكلام ده. خلينا مثلا نعمل اول حاجه using static system console, namespace dip. تمام. وبعد كده هنا public class program، وادي المين بتاعتي. خلينا بس نشيل كل اللي فيها كده. طيب خلينا نبدأ بان اول حاجة هعمل enumerator. تمام. هسمي الانومينيتور ده مثلا relationship. ماشي. ممكن parent to child، ممكن مثلا نضيف عليهم sibling، بحيث ان هو ايه، انا عايز اعمل class person. تمام. يكون يعني هعمل بعد كده relation ما بين الاشخاص. تمام. ان كل شخص مثلا علاقته بالشخص التاني ده مثلا اب، ابن، اخ، وهكذا. تمام. طيب بعد كده انا عايز اعمل كلاس. تمام. اسميه relation relationships. تمام. relationships ده حاطين فيه ليست. تمام. الليست دي بتخزن انواع معينه اللي هي البيرسون والريليشن شيب والبيرسون. تمام. الريليشن شيب اللي هي الانومينيتور اللي احنا عاملينه فوق. تمام. والبيرسون بحيث ان انا اقول مثلا فلان ابن فلان، او فلان اب فلان، وهكذا. تمام. بس بعد كده بقول مثلا انا هعمل فانكشن هي at parent to child، اللي هي انا بخزن فيها ان ده اب ده وده ابن ده. تمام. بس بعد كده بقى هنا في فانكشن اللي هي بتاعت ان انا عايز اجيب الابناء بتوع الشخص ده بعينه. تمام. فهبعت لها اسم الشخص، وهي في النهايه ترد عليا بالليست من ابناء الشخص ده. يعني هو في النهايه بيعمل وير ان الايتم دوت نيم ايكوال نيم اللي انا بعته له، وبعد كده ان هو عايز الريليشن شيب تكون بيرنت، وبعد كده هيعمل لي سيلكت للايتم 3 بس، اللي هو مين؟ الشايلد في حالتنا. تمام. لان ده بيرنت زي كده، فيبقى ده الشايلد بتاعي اللي انا عايزه. تمام. طيب خلينا بقى نعمل هنا في المين شويه بيرسون كده وشويه شايلدز. يعني مثلا خلينا نقول بيرسون بي 1 مثلا، او خلينا نسمي بيرنت. مثلا هنسمي البيرنت ده نيو بيرسون. او خلينا نبعتها للكونستراكتور على طول. هنسمي مثلا البيرسون ده ايه مثلا، نسميه احمد وليكن، يعني ايا كان. تمام. بعد كده نعمل مثلا بيرسون تاني شايلد 1، نسميه مثلا علي. شايلد 1 شايلد 2 مثلا فاطمه، اي حاجه من الحاجات دي. تمام. بعد كده انا عايز اعمل ريليشن شيب بتاعتي، فهعمل اوبجكت من ريليشن شيبس، وبعد كده هقول والله اد البيرنت مع شايلد 1 واد البيرنت مع شايلد 2. تمام كده. طيب دلوقتي انا عايز اجيب كل الشايلد بتوع احمد، اشوف احمد ده عنده ايه شايلد بالظبط. تمام. فهقول children of parent dot name، اللي هو ان انا بقول له بمعنى صح. احنا ممكن هو هنا يعني عامل لك warning، بس يقول لك انت مش، لا او مش warning، هو عامل لك زي نصيحة. انت مش لازم تكتب بيرسون في سي شارب 12، مش لازم تكتب الكونستراكتور، انت ممكن تكتب نيو على طول. ودي كنوع من انواع الاختصارات الجميلة يعني اللي عملوها. تمام. المهم مش موضوع. فدلوقتي ان انا هقول والله انت هتلف على الريليشن شيبس دوت فايند all children of او all children of parent دوت name. تمام. كده هو هيروح ينده على الفانكشن دي، فكده الفانكشن دي ايه، تروح جايبه كل الحاجات بتاعتها. وممكن كمان كنا احنا نيجي هنا في الكلاس اللي هو بتاع، احنا حاطينه ريليشن شيب. ثواني، فين الكلاس اللي هو بتاع المين؟ ده الكلاس بتاع بروجرام. احنا عايزين نطلع الحاجات دي بره الكلاس بتاع بروجرام، سوري. تمام. خليهم كده.
مش طبعا تلاقي فيه اقواس زيادة، قوس واحد بس، وهنا عايزين نعوضه، لا مين تنزل تحت لوحدها. ماشي هنا ماشي كده زي الفل. تمام، احنا ممكن بدل ما نعملها بالمنظر ده احنا ممكن نيجي هنا والله نعمل بابليك، او نعملها ستاتيك على طول، كده كده هي جوه نفس الكلاس. هنقول ستاتيك مثلا ايه، ستاتيك string list، او ماشي خليها list of string، ان كده كده هي بتستقبل الشايلد بس يعني. تمام، وهنقول مثلا find، لا مش find children of كذا. تمام، بتاخد النيم وبتاخد الاوبجكت بتاع الريليشن، وهي اللي بترجع بقى ايه الدنيا دي. تمام كده. feature of name هي already بترجع النيم، فاحنا مش محتاجين السلكت دي في حاجة، لان هي بالفعل بترجع الحاجة مظبوطة. ثواني، هي بترجع، صح هي بترجع بيرسون، لا صح هي بترجع بيرسون فعلا. فاحنا هناخد من البيرسون ده النيم، لا هي كده مظبوطه فعلا. هناك احنا هنا كنا بناخد الايتم 3، هنا اهو فين سيلكت ايتم 3، فايتم 3 ده هو عباره عن بيرسون، فاخد من البيرسون ده النيم بتاعه، عشان هنا كنا بنكتب ايه النيم على طول. تمام، فانا بس هاجي هنا وبدل ما انا ببعت الفانكشن دي، لا انا هكتب فانكشن تاني اللي هي بتاعت find children of كذا. تمام، ببعت البيرنت النيم بتاعه، وبعد كده ببعت الريليشن شيبس. تمام، وبعد كده اقول اطبع لي على طول الشايلد بتاعي بالمنظر ده. تمام، انا لو جيت عملت رن هنا، تمام هلاقيه قال لي children of احمد علي وفاطمه زي ما هو كان كاتبهم هنا بس. تمام، هنا بقى تيجي المشكله ليه، لان انا دلوقتي بقى عندي الكلاس اللي هو بتاع البروجرام، تمام، بقى يعتمد على كلاس من لو ليفل، او ما انا صح كلاس زيه اللي هو مين ريليشن شيب، لدرجه ان هو حاليا بقى ياخد اوبجكت من الريليشن شيبس. تمام، وبقى ياخد الفانكشن دي منه اللي هي الفايند اول children، بياخدها من الكلاس ده نفسه، وبعد كده ايه بيشتغل بيها وبيرجع الناتج بناء عليها. تمام، ده ما ينفعش ليه؟ لزمن ممكن الكلاس ده يحصل فيه اي تغيير، يتضاف فيه حاجه، يتشال فيه حاجه، الكلام ده كله. فانا دلوقتي علشان اقدر افادي حاجه زي كده، فانا المفروض ان انا بقول له والله لا احنا هنغير النظام ده. تمام، وهنعمل فانكشن اسمها ايه، هنعمل قصدي انترفيس. تمام، هنسمي مثلا الانترفيس ده ايه، وليكن اي براوزر مثلا، او اي ريليشن شيب براوزر، او ايا كان يعني، مثلا اي ريد ريليشن شيب، ايا كان اسمه بالظبط. تمام، فكده هو الانترفيس ده هو ما فيهوش غير الفانكشن اللي هي بيدور بيها، لان هي دي الفانكشن اللي بيعتمد عليها الكلاس للكلاس التاني. انا مش لازم انقل كل الحاجه اللي موجوده في الكلاس بتاع الريليشن شيب، انا بس ايه دي بس اللي انا محتاجها، فانا مش محتاج اي حاجه تاني. وغير كده كده الفانكشن التانيه دي برايفت، والفانكشن بتاعت الاد احنا قلنا ان هي بتبقى مختصه بالكلاس نفسه، فانا مش محتاج ان انا اقول بقى ان انا اضيف فانكشن الاد في الريليشن شيب، بحيث ان انا عايز الانترفيس ده هو خاص فقط بين ايه الفانكشن اللي انا محتاجها، مش عايز ازود عليه حاجه. تمام كده بس. وهاجي هنا هقول والله ان ده بيورث من ايه، من اي ريليشن شيب، وبدل ما انا هنا هاجي هقول له لا انت هتشتغل على الريليشن شيب، هقول له لا انت هتشتغل على اي ريليشن شيب، اي ريد ريليشن شيبس. تمام كده. كده دلوقتي بقى عندي الكلاس ده بقى هو بيعمل اوبجكت من ده، ولكن لما بيجي يستغل الفانكشن او ينده على الفانكشن، الفانكشن بقت معتمده على هاي ليفل كلاس، ما بقتش معتمده على لو ليفل. تمام، ففي الحاله دي دلوقتي بقى عندي لو جيت اغير، انا مش محتاج ان انا اغير في الكلاس ده، وحتى لو انا غيرت في الكلاس ده انا بالنسبه لي مش هيفرق ليه، لان الكلاس ده سواء اتعمل كلاس تاني بيعمل نفس الميثود، او مثلا حاجه مشابهه ليه، او مثلا حصل تعديل، انا ماليش دعوه، انا في النهايه ايه بشتغل مع الكلاس ده بعينه، وماليش دعوه باي حاجه تاني. حتى لو الكلاس ده مثلا
او الكلاس بتاع الريليشن شيب ده كله اتلغى، تمام. هو هنا لما هيجي يعمل امبلمنت للفانكشن دي في النهايه هيلاقي ان الفانكشن بترجع ان مفيش اي ريتيرن منها، فكده الكود ما وقفش، الكود ما حصلوش ايرور. لكن لو انا كنت معتمد على دي وشلتها هيلاقي الكود ايه، راح عمل ايرور على طول. بس فهي دي تبقى الفكره بتاعت ان انا الكود بتاعي بيشتغل على الهاي ليفل كلاسز او هاي ليفل انترفيس او ابستراكت كلاس، تمام. احنا هنا لو جينا عملنا رن الكود هيشتغل بنفس الطريقه. وده من مبادئ البوليمورفيزم، ان انا والله عندي حاجه بيرنت بيورث منها شايلد، ينفع ابعت البيرنت وينفع ابعت الشايلد في نفس الوقت، تمام. بس كده اتمنى تكونوا فهمتوا كل مبادئ السوليد. احنا كده خلصنا السوليد، وان شاء الله بداية من المرة الجاية هنبدأ نشتغل على الديزاين برنسبل او ديزاين باترن برنسبل ان شاء الله.